حبيبتي شكرا كتير لرسالتك ولثقتك فيني، إن حكيتيني يعني عن ظروفك وعن أمورك الخصوصية. أنا أكيد بتفهم كتير يعني مشاعرك ووضعك ومخاوفك طبعا أكيد، وإن شاء الله يا ربك الله يقدرني أني أساعدك. بدي اياك تتذكري أول شيء أنه رب العالمين هو قال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. أوكي، فأنت بدك تعرفي أنه أنت أوكي هيدا الظرف اللي أنا عم مر فيه مع أمي ومع أخوي هو أمر من الله. أوكي، وهيدا الشيء أنه أنا رب العالمين عم بيختبرني من خلاله، عم بيختبر مدى إيماني مدى ثباتي. بده ياني اتوسع، يعني دايما رب العالمين بده يانا نتوسع من خلال هيدي الأمور اللي منواجهها. أوكي، من المخاوف، من الأحزان، من الظروف. عرفت علي؟ فأنت بدك تحطي ببالك أنه دايما أنه أنا عم مر بتجربة، هيدي التجربة بدها تعمل مني نسخة أفضل من نفسي. يعني هذا اللي أنت قلتي، عم تقولي أنا بدي أكون إنسانة واعية وناجحة ما بدي أكون النسخة اللي أنا تربيت عليها. فأنت بدك تصيري هيدي النسخة. فرب العالمين وضعك بهيدا الظرف عشان من هيدا المكان أنت تصيري النسخة الأفضل والأجمل والأنجح واللي عندها إنسانية أكتر. فأنت هيدي التجارب عم بتعلمك أنت شو هو الشخص اللي ما بدك تكونيه والشخص اللي بدك تكونيه. وأنا مبسوطة فيك أنه أنت عارفانة شو المكان اللي جاي منه أمك أو أخوك، يعني اثنيناتهم جايين من مكان نقص، مكان ما في حب. يعني والدتك لو هي تعلمت كيف حدا يحضنها، لو أمها احتضنتها، لو أمها طبطبت عليها، لو أمها احتوتها، أكيد كانت رح تقدر تعطيك هذا الشيء. ولكن دايما تذكري انه الاناء بما فيه ينضح. اوكي، يعني انت امك اذا تعلمت قساوه قساوه قساوه، فانت ما بدك تكوني مثلها. اوكي، ما بدك تعيد التجربه تاعولتها. تمام؟ فهيدي اول شيء انه بدك تعمليه، بدك تذكري حالك انه انا بتجربه، ربنا وضعني بهيدي التجربه مش عبث، عشان هيدي التجربه مع قساوتها بس ولكن رح تصنع مني، ممكن تصنع مني إنسانة رائعة، وممكن تصنع مني إنسانة يعني مدمرة. أوكي، فأنت رح تختاري هل أنا بدي اختار إنه أنا خلي هيدا الوضع هو يكون أكبر مني ويلتهمني، هو يلتهمني، ولا أنا بدي أذكر حالي إنه أنا من روح الله، أنا من روح الله، أنا من روح الله، وآمن بوعود الله. وبعرف انه الشيطان بيجيب وسوس لنا، ايه هي لك شو عم تعمل، ايه هي لك شو عم تسوي، ايه هي اولك شو عم بيعمل. تذكر حالك هل انا بدي امن بوعود الشيطان؟ الشيطان شو بيوعدنا؟ الشيطان بيوعدنا الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، والشيطان بخوف اوليائه، لانه بنسيهم انه الله قريب يجيب دعوة الداعي اذا دعاه. اوكي، فانت بدك تذكر حالك في عندك وساوس رح تجي، طبيعي كلنا بيجينا وساوس، وربنا سامح لهيدا الشيء لانه هيدا هو من ضمن التجربه. ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت قولي أنه أنا فيني خوف، فيني ذنوب، فيني سيئات، فيني كل هذا الشيء، فيني وساوس، فيني النفس الأمارة بالسوء، فينا النفس اللوامة، ولكن كمان فينا النفس المطمئنة، فينا النفس الراضية والمرضية، وأنا بدي زكي هيدا النفس. فهيدي هي تجربتك، هيدا هو التحدي تاعولتك، أنه أنا هيدي النفس الخيفانة اللي حاسة بالذنب لأنه اللي صار مع أمها، حاسة بالدونية لأنه أبوها تركها، حاسة بالضعف لأنه شايفة أنه أخوها عم يضربها. أنا كيف فيني هيدا النفس أزكيها؟ كل يوم اطرحي هيدا السؤال على رب العالمين، لأنه وآتاكم من كل ما سألتموه. دايما رب العالمين عم بيسمعنا، هو سميع، هو بصير، بس هو ناطرنا نحن نحكيه، نحن نرجع نتذكر انه هو اماننا، هو مش البكالوريا الامان تاعولتك. بدك تعرفي هذا الشيء، ما تشركي بالله لما بتفكري انه خلاص هو البكالوريا، هون انت عم تتعلقي بقشه. اوكي،
لأنه مش البكالوريا هي اللي حتخلصك، مش البكالوريا هي اللي حتكون الأمان، مش البكالوريا هي اللي رح ترزقك، مش البكالوريا اللي رح تعطيك السعادة، مش البكالوريا اللي حتى تعطيك الحب. هو الله. والله ممكن يسخر لك البكالوريا ويسخر لك جنوده بتشوفين وما بتشوفين لحتى يشيلك من هيدا المكان. فأنا بدي إياك تتعلقي بالله، يعني هيدا أهم شيء تعرفيه، تعرفيه وتعمليه. أنا كل يوم بدي أسأل حالي كيف فيني أكون إلى الله أقرب، كيف فيني أتعلق بالله أكثر، كيف أحس بالله وبأمان الله، وأذكر نفسي أنه أنا بحمل الله وأنا بحمل الرحمن. وحابة أذكرك عن يعني قصة سيدنا موسى. هو القصص الأنبياء اللي بتصير مش هيك عبث، هو بس حتى رب العالمين يقلنا أنه إيه بدكم تمروا بأيام صعبة، يعني قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا يعقوب، قصة سيدنا أيوب، كلها قصص، قصة سيدنا إبراهيم، كلها قصص يعني بفرجيك أنه كيف هن من الألم حولوا هيدا الألم لحكمة، لنور، لعطاء، لنفع، لرضا، لأنه تعلقوا بحبل الله. ومع انه هن كانوا انبياء ومصطفين ولكن برضه هيدا ما كان بيغني الامر انه هن يمروا بالصعاب ويمروا بالتحديات، لانه هيدا الشيء اللي مثل ما بيقولوا بزكي النفس، بزيد من انسانيتنا. كنت بدي اقول لك عن قصه سيدنا موسى، يعني لما كان مهاجر بقوم وعم يهربوا من فرعون، وبعدين وصلوا لمكان البحر، كان وراهم الجيوش وقدامهم البحر، فشو صار؟ شو وسوس لهم الشيطان؟ اننا لهالكون. مثل ما انت عم بتحسي هلا انه انا خلص سكرت بوجهي، انا فقدت الامل اني لهالكه، هذا الشيطان عم بوسوس لك، هيدي النفس الاماره بالسوء عم بتوسوس لك اننا لهالكون، رح اسقط بالبكالوريا، مش رح انجح، ما حدا بيسمعني، ما حدا بيفهمني، كله تعنيف، كله كلام جارح، كله اننا لهالكون. هيدا هي نفسك هلا عم بتقلك اننا لهالكون، ما رح ننجح. ولكن شو قال سيدنا موسى؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين، فكأنه تمسك بحبل الله وآمن بالله وعارف انه معي ربي سيهدين. ماما عم تجرحني، خيي عم بيضربني، عم بيعنفني، ما في حدا معي، ما حدا مهتم فيني، ولكن كلا إن معي ربي سيهدين. هون رب العالمين، هو مجرد ما أنه اتصل برب العالمين، رب العالمين شو عمل؟ وأوحينا إليه أن اضرب بعصاك. ما قال له روح امسك السلاح وحارب بالفرعون او روحوا اغطسوا بالبحر، ما قال له اضرب بعصاك. يعني ممكن المطلوب منك، انت مش مطلوب منك انك تحاربي امك وتحاربي اخوك وتكسر الدنيا اضرب بعصاك. انت بس لما تتصلي بالله، الله الذي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رح يوحي اليك، رح يرشدك، رح يهديك للصراط المستقيم لحتى تعرفي شو تعملي. يعني فأنت هلأ أهم شيء عندك تعملي انه كيف انا بدي اقوي ايماني برب العالمين، كيف حس بامان. شو هي؟ ما هو الايمان شو بيعطيكي احساس بالامان. وانت شو هلا خايفانه؟ انت خايفانه، انا خايفانه. شوفي كم مره انت قلتي انا خايفانه، وانا بتفهمك، وانا ما عم بقول لك هيك حتى تحسي بالذنب من خوفك، لا انت انسانه خايفانه. فانا عم بقول لك شو الحل حتى تطلعي من الخوف، انك انت تتمسكي بحبل الله، وكل ما يطلع لك هذا الصوت تقولي له كلا ان معي ربي سيهدين. طب اطبعي على حالك، اتس اوكي انا خايفانه، اتس اوكي انا بشر، انا انسانه، هيدي تجربتي. بدك تبكي، بدك تغضبي، اتس اوكي. ولكن بدي ارجع اذكر نفسي، هيدي النفس اللي انا جاي على الارض علشان ازكيها وانقلها من النفس اللوامة والأمارة بالسوء للنفس المطمئنة الراضية المرضية. فرح أقول لها اتس اوكي، وأذكرها لا تخف إن الله معنا. هدول الرسائل اللي بعثت لك اياهم اسمعيهم مرة واثنين وعشرة، وكل مرة بتحتاجي اسمعيهم أكتر من مرة، وكل مرة عم تسمعيهم رح تستوعبيهم أكتر، رح يترسخوا بدماغك أكتر. رح أنصحك كمان إنك تحصني حالك كل يوم، تحصين قراءة الآية الكرسي 3 مرات، إخلاص 3 مرات، والمعوذتين كل وحدة 3 مرات. وانت اسمعي شو عم يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من الجنة والناس.
اوكي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، حتى لو امك، من شر امك، من شر اخوك، من شر تسلطهم، من شر خوفهم، من شر المهم، انه هن اثنيناتهم متألمين، ولكن عم بتشوفي منهم شر، من شر ما خلق. تمام. كلها هذا فيها تحسين. وتخيلي انه انت محصنه وامسكي قولي حصنت نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وحصنت نفسي باسم الله، استخدمي اسم الله، بسم الله القوي، بسم الله القريب. يعني انت عم تستقوي بالله، انت عم تحسي بقرب الله. بسم الله القريب، بسم الله المؤمن يتنزل عليك بأمانه، بسم الله الولي، هو وليك، ما في حدا وليك إلا هو، لا البكالوريا ولا ماما ولا بابا ولا أخويا ولا العالم ولا المجتمع، هو وليك، هو الوحيد الوليك. وبسم الله الحفيظ اللي بيحفظك من أي شر ومن أي سوء. واطمئني، ضلك اطمئني، اتنفسي واطمئني، وذكري حالك وذكري حالك وذكري حالك. وهذا الوجع اللي عم تمر فيه هو مؤقت ورح يذهب، بس هيدا انت محتاجه يمكن انه انت تمر بهيدا الألم علشان تثقلي نفسك مثل الألماس. عرفتي هيدا الألماس اللي هو أصله شو؟ فحم تحت ضغط 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 لفترة. اسمحي لهيدا الألماس انه يطلع. اكيد بدك تذكر، بدك تطبع على حالك، بدك تتعاطفي مع انسانيتك، مع خوفك، بس تذكر حالك انه انا مع الله، كلا ان معي ربي سيهدين، وانه في عسر اوكي، ولكن مع العسر في يسر، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. انا يمكن بعدني مش قادره نشوفه، بس ربي معي ربي معي ربي معي. يعني حتى سبحان الله، يعني حتى قصه سيدنا ابراهيم لما رموه بالنار وقلنا للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فهي كمان قصه انه انت ممكن انه انت عم بتمر بنار، بظلم من امك، بظلم من اخوك، بظلم من الظروف، انت بنار، ولكن لما بتكوني مع الله ومآمنة مع الله، حتى هيدا النار اللي انت عايشه فيه حيكون بردا وسلاما عليك، بردا وسلاما عليك. حتى لو اخوك عم يضربك، قولي انا بامان الله، انا جسمي قدران يتحمل، انا جسمي قدران يتحمل هيدا الوجع، انا بامان الله، انا بحمى الرحمن. يا نار كوني بردا وسلاما علي، يا نار اللي عم بعيشها كوني بردا وسلاما علي، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، كلا ان معي ربي سيهدين. وتوكلي على الله، ما تخافي، تعلقي بحبل الله، ما تتعلقي اكيد اسعي، ما عم بقول لك انه ما تدرسي، ما تسعي، لا بس ما تتعلقي ما تفكري البكالوريا هي اللي رح تخلصك، ما تفكري. هو والله وحده، ما بتعرف شو بخلصك، كأنك انت رابطه حالك انا بس اذا نجحت بالبكالوريا فانا خلاصي. طب اذا ما نجحتي بالبكالوريا ما في خلاصك؟ طب بركي انه ربنا اراد يخلصك قبل ما تنجحي بالبكالوريا، بنقول له لا بس بدي تطلع نتيجه البكالوريا. فاسمحي لحالك تتوسعي واتركي نفسك لخطه الله، بدل ما خطه عقلك اللي شايف هذا العقل الصغير اللي شايف انه بس الخلاص هو هيدا الاشياء، هي البكالوريا.